زعلت رؤساء مصر الثلاثة منها وطلبت مساعدة من الرئيس مبارك وطنشها، وعلاقتها بزوجته سوزان ما كانتش قد كده. الفنانة الجزائرية وردة صوت فني قوي ومشاكل سياسية ما بتخلصش. وردة من يوم ما وعت على الدنيا وهي متحوطة بالسياسة وجزء منها حتى لو كانت مش عاوزة تعمل كده. وهي 15 سنة قامت ثورة الجزائر، وأبوها اللي كان عايش في فرنسا كان بيهرب السلاح من فرنسا عشان يبعته للثوار في الجزائر. أما هي فكانت بتهرب المنشورات في شنطتها وهي رايحة المدرسة لغاية ما اتقبض على أبوها، وانتهت حياتهم في فرنسا للأبد. ورجعت معاه وبقت إخواتها على بلد والدتها في لبنان، وهناك كانت وردة خلاص على بعد خطوات معدودة من الشهرة والمجد لما سمعها محمد عبد الوهاب، اللي أول ما رجع مصر وعرف إنهم بيدوروا على وجه جديد لفيلم ألمظ وعبده الحمولي رشح لهم وردة. فجت مصر وكسرت الدنيا، وهي لسه بتقول يا هادي سافرت سوريا وعربيتها عطلت في الشارع وقف لها راجل شهم. عرفت بعد كده إنه المشير عبد الحكيم عامر فرحت له الاستراحة اللي كان موجود فيها عشان تشكره. ساعتها الكلام وصل لجمال عبد الناصر في مصر، والكلام حوالين الموضوع ده كتر، فقرر عبد الناصر انه يمشيها من مصر خالص عشان الاشاعات على الراجل التاني في الدولة ما تكترش. وفي كلام بيقول ان عامر نفسه هو اللي راح لها، خصوصا ان هي كمان كانت جزء من الاشاعة دي. ودايرة تقول في كل حتة ان المشير عبد الحكيم عامر صاحبها. ورجعت وردة الجزائر واتجوزت وخلفت وقعدت في البيت لغاية ما رئيس الجزائر طلب من جوزها واللي كان بيشتغل ضابط مخابرات انها تغني في احتفالاتهم القومية. واول ما مسكت وردة المايك تاني قالت انها لا يمكن تسيبه ابدا، ورجعت على طول على مصر اللي فيها اول حب في حياتها الملحن الكبير بليغ حمدي، عشان يتجوزوا ويعملوا سوا انجح واشهر اغاني وردة. وفي يوم طلب منها القذافي انها تغني له في ليبيا، ومن حظها الوحش ان الفترة دي علاقة السادات والقذافي ما كانتش ولا بد جدا، الاتنين كانوا مقطعين بعض. عشان كده قرر السادات ان اغانيها تتمنع من الاذاعة والتلفزيون ومحدش يسمع عن وردة دي تاني ابدا. ولولا انها كانت متجوزة بليغ ومعاها الجنسية، ولولا ان السادات كان بيحب بليغ جدا، كانت اترحلت هي كمان. ويجي مبارك واللي ما كانتش بتفوت له مناسبة الا وتغني له فيها، غنت له اكتر من اي مطرب تاني ومن الحان صلاح الشرنوبي، والاتنين كانوا بيتغزلوا في جمال الرئيس مبارك وحكمه. الدنيا كانت بينهم زي السكينة في الحلاوة على الاخر، لغاية ما حصلت القطيعة اللي فضلت لغاية اخر يوم في عمرها. والموضوع ده ليه روايتين وانا هقول لك الاتنين. الرواية الأولى بتقول إن وردة تقلت العيار شوية وهي بتغني في واحدة من الاحتفالات، وهزرت مع الرئيس هزار ما ينفعش إنه يطلع من مطربة لرئيس جمهورية وفي مناسبة مهمة زي دي. وطبعا اللي كان شايف الحكاية دي هي سوزان مبارك زوجة الرئيس، واللي فورا شاورت لصفوت الشريف عشان يتصرف، واتمنعت بعدها إنها تغني في أي مناسبة رسمية عنيفة أوي غيرة الستات دي. أما بقى الرواية التانية فبتقول إن في نفس ذات الحفلة ميلت وردة على الرئيس مبارك برضه، بس المرة دي عشان تطلب منه إنه يدي ابنها الجنسية لأنه كان بيتبهدل في كل مرة يسافر فيها. وردة وهي بتطلب من مبارك الطلب ده ما كانش عندها شك إنه هيوافق، دي كانت فاكرة إنه هيطلع القرار ويمضيه دلوقتي حالا. ما الست قايمة بالواجب معاه وزيادة وبتغني له بمناسبة ومن غير مناسبة، لكنها اتفاجئت بيه بيميل على وزير الداخلية وبيقول له بشوف الموضوع ده وحاجة آخر قلة اهتمام خالص. ولأن انتوا عارفين إن الاهتمام ما بيطلبش، وردة قررت إنها مش ممكن تطلب الطلب ده تاني اللي ما تبصش فيه أساسا، وقررت كمان إنها لا يمكن تغني في حفلات مبارك تاني، واتقمصت على الآخر. لدرجة انها في اواخر ايامها ولما المرض شد عليها الرئيس مبارك بعت لها عشان تتعالج على نفقة الدولة، لكنها ردت وقالت انا هتعالج على حساب دولة الجزائر بلدي، ومرضتش حتى انها تدفن في مصر، وطلبت تدفن في الجزائر وتحججت انها عاوزة تدفن في حضن وطنها الاول الجزائر. انتوا بقى تفتكروا الخلاف الاخير كان وراه سوزان مبارك وغيرة الستات، ولا تجاهل الرئيس مبارك لطلبها بخصوص ابنها؟